بيبدأ الفيلم في سنة 1897 في سفينة روسية اتأجرت لنقل حمولة خاصة، وبتتكون الحمولة من 50 صندوق خشب لنقلها من رومانيا لإنجلترا، واسمها ديميتر. وبيبدأ فيلمنا في مدينة ويدبي في إنجلترا بمجموعة جنود بيروحوا بيبلغوا ضابط إن في سفينة العاصفة رمتها على الشط، وبيروح الشرطي وبيشوف السفينة وبيتصدم. وبعدها بيروح ضابط عشان يشوف السفينة وبيقابله الجندي فليتشر، وبيعرفوا إن طلع السفينة علشان يتأكد إن في حد عايش، بس بيلاقيهم كلهم ميتين. وبيلاحظ الضابط في ايده كتاب وبيعرف انه سجل قبطان السفينة، وبيفتح الضابط السجل وبيلاقي فيه تحذير ان ارواحهم في خطر وعلى وشك انهم يموتوا. وبيتصدم الضابط وبيخاف جدا. وقبل 4 اسابيع بنشوف الصناديق وهي متحملة على العربية، وبتوصل لمرسى المراكب في قرية فيرنا في مدينة بلغاريا. وبعدها بنشوف كليمنس بيلعب قمار مع عمال في الميناء، وبنشوف قبطان السفينة وبينادي على حفيده توبي، وبيعرفوا انهم هيتحركوا بعد شوية. وبتكون السفينة بتعاني من نقص عمال، وبيطلب القبطان من ويتشيك انه يعالج الموضوع قبل نقل الحمولة. وبنشوف واحد وهو بيبلغ عمال المينا ان في سفينة ديمتري بتدور على عمال لنقل حمولة لإنجلترا، وبيسمعوا كليمنس وبيروح عشان يلاقي شغل. وبعدها بنشوف ويتشيك وهو بيعرف العمال ان السفينة محتاجة 3 بحارة متمكنين لسفر للندن مقابل أجور بالذهب. وبينزل ويتشيك وبيختار منهم وبيقف عند كليمنس وبيسأله عن اسمه، وبيتعرف عليه وبيشوفه القبطان وبيعرف انه متعلم. وبيعرف القبطان إن درس في جامعة كامبريدج. وبيعرف كليمنكس إن يعرف في الطب وكمان يعرف في القوارب. وبيسأله ويتشيك عن المعارف النظرية لو بحار ضاع في البحر، وبيقول له كليمنكس إن علم الفلك ينقذ أي بحار حتى لو ضاعت الخريطة والبوصلة منه، عشان النجوم ما بتضيعش. وبيكون ويتشيك مستغرب من ردوده، وبيكون عارف إنه لو عاوز يوصل إنجلترا ويسيبهم وبيختاروش. وبعدها بيعرف ويتشيك إن القبيلة اللي موصلين الصناديق عاوزين يمشوا قبل غروب الشمس، وبيكون ويتشيك عاوزهم يساعدوه في نقل الحمولة، بس قائد القبيلة بيرجع له فلوس الرحلة وبيبص له بصة غريبة وبيمشي. وبعدها بيبدأوا العمال في نقل الصناديق، وبيكون كليمنيكس قاعد قدام السفينة، وفي نفس الوقت بيشوف واحد من العمال الرسمة اللي على الصندوق وبيفقدوا تركيزه، وبيكون على وشك انه يوقع الصندوق على توبي حفيد القبطان، بس بيروح كليمنكس وبينقذه. وبعدها بيروح ويتشيك وبيطلب منه انه يطلع على السفينة، وبعدها بيبدأوا يتحركوا. وبيروح توبي وبيطلب من كليمنكس ان يعرفه على السفينة، وبيبدأ يعرفه على الغرف وبيعرفه كمان عن الكلب هاك، وبيوري له غرفة الأكل وبيعرفه على الطباخ جوزيف. وبيكون في الوقت ده القبطان بيكتب سجلات السفينة، وبنعرف إن حمولة فيها قطن وبراميل نفط وصناديق مجهولة لندن. وبالليل بيكون طاقم السفينة بيستمتع بوقته، وبيبلغ القبطان ويتشيك إنها آخر رحلة ليه قبل التقاعد، وبيعرفوا إنه هيشتري كوخ في أيرلندا، وبيعرفوا إنه محتاج يقضي اللي باقي من عمره مع بنته وحفيده. وبيقول له ويتشيك إن الخليفة بتاعه. وبعدها بيكونوا نايمين وبتكون الفئران في كل حتة، وتاني يوم بيقعدوا ياكلوا. بيكون كل عامل بيفكر هيصرف المكافأة بتاعته في إيه. وبيكون كليمنكس قاعد ساكت، فبيسأله القبطان هيعمل إيه بفلوسه، وبيعرفوا كليمنكس إن الفلوس مش مهمة بالنسبة له، وإنه عاوز يتعلم حاجات تانية في حياته. وبيسخروا منه العمال، وفي الوقت ده بينبح الكلب بشدة، وبيطلب القبطان من توبي إن يطمن على المواشي. وبينزل معاه كليمنكس وبتكون المواشي بتطلع أصوات غريبة، وبيكون توبي خايف بس بيطمنه كليمنكس وبيفهمه إنه بيحسوا لو في عاصفة جاية. وبيدخل كليمنكس وبيغطيهم، بس فجأة السفينة بتميل بيهم وبيكون البحر فيه أمواج عالية. وبيسمع كليمنكس حاجة اتخبطت في عنبر الشحن، وبيطلب من توبي يعرف القبطان ان في صندوق اتفتح. وبيدخل كليمنكس العنبر وبيتفقده، وبيشوف صندوق مفتوح وبيكون التراب اللي جواه واقع على الارض. وبيمسك كليمنكس التراب بايده وبيحفر فيه، وفجأة بتتحرك جثة قدامه وبيتخض جدا. وبيروح وبياخدها عشان يكشف عليها، وبيكون ويتشيك خايف منها لا تنقله عدوى، بس بيكون كليمنكس مصر ان يكشف عليها ويعالجها. وبيعرف كليمنكس انها مصابة، وبيقول للقبطان انها محتاجة دم عشان تقدر تحارب العدوى، وبيقرر انه يتبرع لها بدم. وفي الوقت ده بنشوف صندوق تاني بيتفتح وبيخرج منه شخص تاني، وبيكون ويتشيك عاوز يرمي البنت في البحر، وبيكون خايف منها، بس بيعرفه القبطان ان هيديها غرفة. وبيعرف كليمنكس ان هتقسم الاكل والشرب معاه. وبعدها بيكون كليمنكس قاعد بيعالجها، وبيدخل عليه توبي وبيطلب كليمنكس منه انه يقعد جنبها، وبيروح عشان يستلم ورديته. وبيكون أولغارين بيتفقد المحيط بالمنظار وبيلف وبيشوف شخص شكله مرعب جدا، وبيتخض وبيشيل المنظار بس ما بيشوفش حد. وبيروح يدور عليه وبيلاقي على الأرض تراب ودود. وفي الوقت ده بينادي عليه كليمنكس بس ما بيردش عليه، فبيقرر إنه يروح يدور عليه. وفجأة بيظهر من وراه وبيسأله لو شاف حد غريب على السفينة، بس بيعرفوا كليمنكس إن مفيش حد غيرهم على السفينة. وبعدها بنشوف الكلب وهو في عنبر التخزين وبيشوف خيال حد عملاق. وبعدها بيكون جوزيف رايح للمطبخ وبيدوس على حاجة بالغلط، وبيتصدم لما بيلاقي الكلب مقتول. وبيروح على غرفة المواشي وبيلاقيهم كلهم ميتين. وتاني يوم بيشوف القبطان جثث الحيوانات،
وبيكون شاكك إن في حد من العمال الطاقم هو اللي قتلهم، وبيكون كليمنكس شاكك إن الكلب هجم على الحيوانات وقتلهم وبعدها مات، وبيأمرهم القبطان يتخلصوا من الجثث وهيحقق في الموضوع لما يوصلوا للمينا. وبيسمع واحد من العمال الكلام وبيكون متعصب جدا وبيكون شاكك في جوزيف وكليمنكس، وبيتضايق كليمنكس وبيكون على وشك إنه يتقاتل معاه، بس بيتكلم أولغارين وبيعرفهم إن اللي عمل كده مش بشر، وبيقول لهم إن الشر اتمكن من السفينة. وبالليل بنشوف البنت وهي بترتعش وبيكون في وحش مستخبي في غرفتها وبينادي عليها، وتاني يوم بيتخلصوا من الجثث وبيكون توبي زعلان جدا على الكلب بتاعه وبيروح له كليمنكس وبيحاول يواسيه. وبعدها بنشوف جسم غريب بيتحرك في عنبر الشحن وبيكون شكله مرعب. وتاني يوم بيكون في عاصفة في البحر وبيكون أولغارين وكليمنكس بيعدلوا شراع السفينة وبيعرفوا أولغارين إنه شاف حاجة غريبة امبارح، وبيكون كليمنكس مش مصدقه وبيعتقد إنها مجرد خرافات، وبيعرفوا أولغارين إنه شاف وش في الضلمة وكان شكله مرعب جدا. وبعدها بيكون كليمنكس لسه بيحاول ينقذ البت وبينقل لها دم، وبيكون الأكل قرب يخلص من السفينة وبيكون العمال متضايقين جدا وبيكون باقي ليهم أسبوعين ويوصلوا لإنجلترا. وبعدها بيعرف كليمنكس من توبي إن اسمها آنا، وبيعرفوا توبي إنها كانت بتتكلم وهي نايمة. وبالليل كليمنكس بيقابل جوزيف واللي بيعرفه إنه خايف جدا، وبيكون كليمنكس مفكر وخايف من الفئران، بس بيعرفوا جوزيف إن الفئران كلها اختفت. وبيكون جوزيف حاسس إن في حاجة غلط. بعدها بينزل ويتشيك وبيكون خايف جدا، فجأة بيسمع صوت وبيلف وشه وبيهجم عليه الوحش وبيقع في عنبر الشحن وبيتصف رجله وبيروح له الوحش وبيحاول ويتشيك يتحامل على نفسه وبيدخل غرفة وبيقفل على نفسه، وفي نفس الوقت بيمسك ويتشيك الفاس وبيفضل يكسر في السفينة وبيظهر وراه وحش وبيعضه. وبعدها بيوصل كليمنكس وبيشوف ويتشيك وهو فاقد الوعي وبياخد الفاس وبيروح للقبطان اللي بيكون بيحاول يسيطر على السفينة. وفجأة بيلاقي الوحش قدامه وبيعرفه القبطان انه مش خايف منه، فبيهجم عليه وبيعضه وبيشوف كليمنكس القبطان وهو مربوط وبيحتضر وبيروح وبيفكه وبيطمنه انه هيبقى كويس وانه مش هيمشي من غيره. في الوقت ده بيموت القبطان وبيزعل كليمنكس عليه جدا، وبيقوم وبياخد الفاس وبيفضل ينادي على الوحش ويستفزه وبيعرفه انه مش خايف منه. فجأة بيظهر وحش قدامه وبيروح وبيضربه بجناحه وبيوقع على الارض وبيكون الوحش على وشك ان يموت كليمنكس، بس تضربه انا برصاصة في ظهره وبيشوفها وبيهجم عليها وبياخد منها السلاح وبعدها بيعضها. وفي الوقت ده بيروح كليمنكس وبياخد الفاس وبيجرح الوحش في ظهره وبياخد انا عشان يروحوا للقارب، بس بيمسكوا الوحش من رقبته وبيجرحه بمخالبه عشان يشرب دمه، بس بتروح انا وبتقطع الحبل وبتنط هي وكليمنكس في الميه وبيقع الشراع على الوحش. وفي الوقت ده بيشوف واحد في البرج السفينة وبيطلب من ابنه يبلغ الشرطة، وبيكون الوحش لسه ما ماتش. وتاني يوم بيكون كليمنكس وانا في المية وبتكون انا بدأت تظهر عليها اعراض العضة وبيزعل عليها كليمنكس جدا وبتطلب منه ان يسيبها في المية قبل ما تتحول، وبيكون كليمنكس مش عايز يسيبها وبيشكرها ان انقذ حياتها وبتنفصل عنه وبتطلع الشمس وبتتحرق. وبعدها في مدينة ويدبي بنشوف كليمنكس وبنعرف انه بيدور على مكان اسمه كارافاكس وبيروح للمكان وبنعرف انه بيت الوحش، وبنشوف الوحش ومعاه العصاية وفجأة بيحس كليمنكس ان حد لمسه وبيخرج بره المكان وبيشوفه وبيروح ورا كليمنكس عشان ينتقم منه، وبيخلص فيلمنا لحد هنا.